السلام عليكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي. معاكم مستر سيد درويش مدرس العلوم. إن شاء الله هنحل مع بعض النهاردة نموذج لمحافظة الجيزة. خلاص إن شاء الله يبقى مقارب للنموذج اللي هيجي في الامتحانات إن شاء الله. خلاص نتمنى إن شاء الله إن أنتوا تستفادوا، وإن شاء الله إحنا معاكم لحد ما تقفلوا ونجيب الدرجات النهائية. نبدأ النموذج كده. عندنا أول سؤال صح وغلط. تبعا لمتسلسلة النشاط الكيميائي يعتبر الصوديوم أنشط من الحديد؟ لو أنا بصيت على متسلسلة النشاط الكيميائي هنلاقي طبعا إن الصوديوم تحت البوتاسيوم على طول، نشط جدا. الصوديوم ده حتى كان بإيه؟ بيعمل فرقعة قوية جدا في تفاعلاته مع المية. خلاص؟ لتصاعد غاز الهيدروجين طبعا لأنه بياخد مكان هيدروجين المية، فكان التفاعل بيبقى قوي جدا بالذات مع البوتاسيوم رقم 1 والصوديوم وراه. فأكيد الحديد هيبقى أضعف نشاطًا، فتبعًا لمتسلسلة النشاط الكيميائي يعتبر الصوديوم أنشط من الحديد. طبعًا دي إجابة صحيحة. خلاص؟ يا ريت نركز لو في صح وغلط مع التصويب عشان دايمًا بنغلط فيها. طيب، هرمون الإستروجين مسؤول عن ظهور الصفات الجنسية في الذكر. قلت له إيه ده؟ استروجين وذكر ازاي يعني يا مستر؟ دي طبعا اجابه خاطئه. الاستروجين ده هرمون خاص بالانثى. خلاص، وده مستر المسؤول عن ظهور الصفات الجنسيه الثانويه في الاناث مش في الذكور. خلاص طيب، ده طبعا اجابه خاطئه. السؤال اللي بعده، الصيغه الكيميائيه لغاز خامس اكسيد النيتروجين هو N2O5. قلت له طبعا الصيغه الكيميائيه لغاز خامس اكسيد النيتروجين هي N2O5. طيب، تحدث عملية الأكسدة والاختزال في الخلايا الكاروكيميائية. وضح مفهومين مختلفين للأكسدة. خلاص تعالى نوضح كده الأكسدة بطريقتين مختلفتين. أما أجي أقول لك الأكسدة تقول لي يا مستر الأكسدة كان ليها مفهوم تقليدي اللي هو القديم ومفهوم إلكتروني. المفهوم التقليدي الأكسدة معناها عملية كيميائية تؤدي لزيادة نسبة الأكسجين أو نقص الهيدروجين. يبقى تاني مع بعض، الأكسدة عملية كيميائية تؤدي إلى زيادة نسبة الأكسجين أو نقص الهيدروجين. دي الأكسدة. طب في مفهوم إلكتروني، الأكسدة زي ما هي عملية كيميائية تؤدي لزيادة نسبة الأكسجين أو نقص الهيدروجين، الأكسدة عملية كيميائية تفقد فيها الذرة إلكترون أو أكسدة. يعني ممكن أتكلم عنها بالمفهوم الإلكتروني؟ طبعا عملية كيميائية تؤدي إلى فقد إلكترون أو أكثر. يبقى الأكسدة هنا زيادة الأكسجين أو عملية كيميائية تؤدي إلى فقد إلكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي. طيب، ما التحول الحادث في الطاقة داخل الخلايا الكهروكيميائية؟ قلت له والله احنا عندنا مصادر التيار نوعين، خلايا كهروكيميائية ومولدات. طب هو عايز هنا السؤال خاص بالخلايا الكهروكيميائية. الخلايا الكهروكيميائية بتتحول الطاقة لإيه؟ الطاقة إيه؟ قلت له والله الخلايا الكهروكيميائية اسمها كهروكيميائية. طب ما هو أكيد الطاقة الناتجة كهرباء، إذا الطاقة المستخدمة طاقة كيميائية. يبقى إذا هي بتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية. ذكر الأمثلة لا طبعا، الأعمدة الجافة والبطاريات. العمود الجاف ده اللي هو حجر الريموت. يبقى عندنا أكتر من مثال، الأعمدة الجافة وممكن برضو نقول البطاريات. وضح بالمعادلات الرمزية الموزونة أثر الحرارة. قلت له ده انحلال حراري على كربونات النحاس. قلت له والله كربونات النحاس رمزها ايه؟ CO3. انحلال حراري، اوعى تنسى المثلث اللي فوق السهم عشان يعبر عن الايه؟ الحراره. النحاس دايما يطلع من التفاعل سيو، النحاس ده الشحات يقول لهم ايه؟ اكسدوني والنبي، ادوني اهايه، فياخد الاو. خلاص، يطلع ايه اللي فاضل بقى؟ قلت له CO2 غاز ثاني اكسيد الكربون اللي بيعكر ماء الجير الرائق. تسخين اكسيد الزئبق الاحمر نفس الكلام، تسخين يعني حراره اهو،
HGO سخنته اهو، هيتفك بقى انحلال حراري. ده اكسيد الزئبق، هيتفك الزئبق واكسجين، فيطلع Hg لوحده زائد O. لا يا مستر O2، لان الاكسجين غاز من عيله ال2 زيه زي النيتروجين وزي الهيدروجين. قلت له طب يا مستر هنا 2 اكسجين هنا واحده، يبقى اضرب هنا في كام؟ في 2. فبقى معايا 2 من الزئبق و2 من الاكسجين، فهضرب هنا في 2. نخش على السؤال الثاني مع بعض. اذكر المفهوم العلمي الدال على كل عباره من العبارات الاتيه. ماده تغير من معدل سرعه التفاعل دون ان تتغير. مين ده مستر اللي بيغير سرعه التفاعل وهو ما بيحصلوش اي حاجه؟ العامل الحفاز. العامل الايه؟ الحفاز. هو ما بيحصلوش اي حاجه، هو بس يا بيزود سرعه التفاعل، فساعتها لو قال لك ماده تزيد من سرعه التفاعل يبقى عامل حفاز موجب. طب لو قال لك ماده تخفض من سرعه التفاعل يبقى عامل حفاز سالب. خلاص؟ طيب هرمون يقوم بضبط معدل نمو عضلات وعظام الجسم. قلت له هرمون النمو. احنا بننمو والعضلات والعظام بتاعتنا بتنمو بسبب هرمون النمو. طيب السؤال اللي بعده سؤال حلو. النسبة بين فرق الجهد وشدة التيار ج وت. مش ده المثلث بتاع ماما جابت تورته؟ خلاص؟ ماما دي المقاومة، ج فرق الجهد، ت شدة التيار. طب النسبة بين ج وت يبقى مستر المقاومة الكهربائية على طول. طب ما انا ممكن اعملها بطريقة تانية، اقول لك ايه؟ حاصل ضرب المقاومة في شدة التيار. اما اضرب المقاومة في شدة التيار يديني ايه؟ فرق الجهد. خلاص؟ طيب علل احتراق سلك من الألمنيوم في مخبار به أكسجين نقي أسرع من احتراقه في الهواء. طبعا السؤال ده خاص بالتركيز، اللي هو كلما زاد التركيز تزداد سرعة التفاعل. لو أنا افترضت إن أنا هنا معايا سلك الألمنيوم خلاص محطوط في دورق، الدورق ده فيه أكسجين بس يعني بنسبة 100%، فكده جزيئات الأكسجين كتير. إنما الإيه؟ لو أنا جبت السلك ده في الهواء، الهواء الأكسجين الجوي نسبته 21%، إذا احتراقه في الدورق هيكون أسرع طبعا. ليه؟ بسبب زيادة عدد الجزيئات، لأن زيادة التركيز معناها زيادة عدد الجزيئات، فبالتالي يزداد عدد التصادمات تخبط في بعض أكتر، فتزداد سرعة التفاعل. زي مثال بسيط جدا، تخيل كده إن أنا معايا فصل واحد خلاص هنزله يلعب حصة ألعاب في مدرسة كبيرة جدا. احتمال ان الطلاب يخبطوا ببعض ايه؟ قلت له احتمال قليل يا مستر، كل واحد هيكون في جنب او كل 2 3 مع بعض. قلت له طب تخيل كده يا مستر ان انا جبت ال 30 فصل اللي في المدرسه كلهم وقمت منزلهم. يا مستر ده احنا مش هنلحق، حتى ما حدش هيعرف يتحرك، ده كل لما واحد يجري يخبط في زميله وتلاقي كل ثواني خناقه واتنين ماسكين ضرب ببعض ولا كاننا في حلبة مصارعه. ليه يا مستر؟ ما هو زياده عدد الطلاب زود احتمال الاحتكاك اكتر وان هم يخبطوا ببعض اكتر. خلاص؟ يبقى بزيادة التركيز التفاعل سرعته هتزيد. نفس المثال، اما كنا مثلا لو انا معايا قطعة من المغنيسيوم اهو، ادي دورق اهو، اناء اهو، وهنا دورق تاني، وهنا في قطعة من المغنيسيوم، وهنا حمض الهيدروكلوريك. هنا حمض الهيدروكلوريك المخفف، وهنا حمض الهيدروكلوريك المركز. مين فيهم اللي قطعة المغنيسيوم هتدوب اسرع؟ يا ترى في واحد ولا يا ترى اتنين؟ مين هتتفاعل فيه اسرع؟ خلاص؟ قلت له والله رقم 2، لأن الحمض مركز فتزداد سرعة التفاعل نتيجة زيادة عدد التصادمات. طيب. يعتبر تفاعل هيدروكسيد الصوديوم مع حمض الهيدروكلوريك تفاعل تعادل. السؤال ده برضه سؤال لطيف وبيفتح معاك مجال ان انت تفكر شويه وتجاوب اجابه نموذجيه. قلت له هيدروكسيد الصوديوم NaOH، ده عارفه، ده القلوي ده، مع حمض الهيدروكلوريك HCl، ده الحمض. احنا طبعا عارفين ان القلوي بينتهي ب OH والحمض بيبدأ ب H. يلا موجب سالب موجب سالب. اي احلال مزدوج يعني مركب مع مركب لازم تعمل شق موجب مع شق سالب، شق موجب مع شق سالب، وهكذا. طب ده 1، ده 2، ده 3، ده 4. موجب ياخد سالب، يعني ان ايه تاخد سالب، يبقى 1 اخد 4. والاتش موجب تاخد الاو اتش السالب، يعني الموجب ياخد السالب فيطلع ميه. طلع هنا ملح. خلاص؟ طبعا تعادل. ليه؟
ما هو القلوي كان بيزرق ورقة عباد الشمس، والحمض بيحمر ورقة عباد الشمس. الملح اللي طالع منهم هنا ملح متعادل، ولا هو حمض ولا هو قاعدي، ملح متعادل ما بينهم هما الاثنين. طيب السؤال اللي بعده، ما النتائج المترتبة على زيادة إفراز هرمون السيروكسين في جسم الإنسان؟ قلت له إيه هرمون السيروكسين ده؟ أنهي غدة ده؟ قلت له والله هرمون السيروكسين ده اللي هو ليه اسم تاني، الدرقين. مستر ده بتاع الغدة الدرقية اللي هي موجودة على جانبي القصبة الهوائية أسفل الحنجرة. طب اما يزيد، قلت له دي مشكلة خطيرة، ده خلل هرموني. ساعتها ما يزيد الشخص هيصاب بمرض اسمه الجويتر الجحوظي. الجويتر الايه؟ الجحوظي، اللي هو الشخص تحسه بيبرق. جحوظ العينين، الجحوظ باللغه العربيه بابا يعني بروز العينين، تحس ان العينين طالعه لبره، ان الشخص ده متجاهم كده بيبرق لك. وكمان بيكون مع المرض ده نقص في الوزن وسرعه في الانفعال، يعني سرعه الغضب. خلاص؟ طيب ما النتائج المترتبه على تزاوج نبات بازلاء بذوره صفراء مع نبات بازلاء بذوره خضراء؟ هنا هتحكي القصه كلها. ليه يا مستر؟ لان هو مش قايل هنا اصلا مين ايه سائد ومين متنحي. قلت له يا مستر طب ازاي؟ ما انا عارف اصلا المفروض ان انا احفظ صفات نبات البسله، ما انا عارف ان البذور الصفراء بتسود على البذور الخضراء، صح؟ طب ما كده يا مستر هو الصفرة دي نقية ولا هجينة؟ ما هي البذور الصفراء الصفة السائدة لها كام احتمال؟ نقية أو هجينة. خلاص أنا هنا مضطر أقول كلها بقى، الجيل الأول والجيل الثاني. هتقول له إيه بقى؟ تنتج نباتات جميعها بذورها صفراء هجينة بنسبة 100%، ثم تورث الصفتان في الجيل الثاني بنسبة 75% للبذور الصفراء إلى 25% للبذور الخضراء. خلاص يبقى ده هنتكلم عن الجيل الأول والجيل الثاني لأن هو هنا مش محدد. السؤال الثالث، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. الصفة الوراثية التي تختفي في أفراد الجيل الأول ثم تظهر في الجيل الثاني. طبعا الصفة اللي بتختفي بنسميها الصفة المتنحية، تنحت اختفت. خلاص هي اللي بتختفي في الجيل الأول وبتظهر في الجيل الثاني بنسبة 25%. إنما الصفة اللي بتظهر في جميع أفراد الجيل الأول وفي الجيل الثاني بنسبة 75% هي الصفة السائدة. خلاص؟ طيب في نهاية التفاعل الكيميائي تكون نسبة تركيز المواد المتفاعلة. مش التفاعل انتهى خلاص، مفيش متفاعلات، يبقى نسبة المتفاعلات ب0%. طب لو كان في البداية لا، كانت المتفاعلات ساعتها تبقى 100%. من أمثلة الخلايا الكهروكيميائية الدينامو، العمود الجاف، الريوستات، الفولتميتر. لا طبعا العمود الايه؟ الجاف هو اللي من الخلايا الكهروكيميائية، لأن الدينامو من المولدات، والريوستات المنزلقة دي بتتحكم في المقاومة الكهربائية، والفولتميتر ده بيقيس حاجتين، فرق الجهد والقوة الدافعة الكهربائية. استخرج الكلمة الغير مناسبة في كل عبارة من العبارات الآتية. شحمة الأذن المتصلة دي صفة متنحية، والشعر الناعم صفة متنحية، والعيون الضيقة صفة متنحية، القدرة على لف اللسان هي اللي صفة سائدة. فإذا كل دول صفات متنحية. طيب كتلة النواتج، تركيز المتفاعلات، درجة الحرارة، العوامل الحفازة. احنا ما خدناش حاجة اسمها كتلة النواتج يا مستر. الباقي ده العوامل اللي بتأثر على سرعة التفاعل، اللي هي تركيز المتفاعلات ودرجة الحرارة والعوامل الحفازة اللي هي بتبطئ أو بتسرع التفاعل، اللي هي بتتحكم في السرعة. أميتر، فولت، فولتميتر، أوم. أميتر خلاص، فولت وفولتميتر وأوم. طيب بص معايا، طبعا هنا المفروض دي الأوميتر. الأميتر ده جهاز بيقيس شدة التيار. الفولت دي وحدة قياس. الفولتميتر ده جهاز لسه قايلين بيقيس فرق الجهد وبيقيس الايه؟ القوة الدافعة الكهربائية. هنا الاوميتر ده اللي بيقيس المقاومة الكهربائية، يبقى اذا هو الفولت لان الفولت وحدة قياس ودي أجهزة. احسب زمن، عايز الزمن مرور تيار شدته 2 امبير مع كمية كهربائية 10 كيلو. قلت له بس يا مستر المثلث هنا تيتا كبرها الزمن، حيث ت ب2 امبير، شدة التيار بالامبير،
وكمية الكهرباء 10 كلوم. عايز الزمن، كاف على ت، 10 على 2 فيها 5 ثانية، وده الزمن. طيب السؤال اللي بعده، صوب ما تحته خط. عند إضافة نترات الفضة لكلوريد الصوديوم يتكون راسب أخضر. قلت له لا طبعا، أبيض. أدي المعادلة، نترات الفضة AgNO3 مع كلوريد الصوديوم NaCl موجب سالب موجب سالب، هيطلع NaNO3 وAgCl اللي احنا بنقول عليه راسب أبيض. السؤال اللي بعده، وحدة قياس شدة التيار. الأوم غلط طبعا يا مستر، شدة التيار وحدة قياسها هي الأمبير. ما تجيش تقول لي الأميتر يا صاحبي، الأميتر ده الجهاز، يبقى أمبير. ينطبق على القانون الثاني لمندل، أو يطلق على القانون الثاني لمندل قانون انعزال العوامل. لا يا مستر، التوزيع الحر للعوامل، انما انعزال العوامل ده القانون الاول لمندل. طيب قام مندل بدراسه عده صفات وراثيه لنبات الباذنجان. ما عدد الصفات التي قام مندل بدراستها؟ قلت له 7. خلاص، يعني الطول الساق وقصر الساق، القرن المنتفخ والقرن المحزز، الملساء والايه والمحززه. خلاص، طيب ايه كمان؟ الاحمر الازهار وابيض الازهار. طيب حدد 4 صفات محتمله لقرون الباذنجان. قلنا عندنا قرن منتفخ وقرن محزز، قرن اخضر وقرن اصفر. خلاص، يبقى منتفخ وصاده محزز. خلاص، ايه كمان؟ قلنا قرن اخضر وقرن اصفر. قارن في نقطة واحدة بين العامل المؤكسد والعامل المختزل من حيث سلوكه. خلي بالك، العامل المؤكسد والعامل المختزل، العامل المختزل افتكر دايما ان العامل عكس العملية. يعني العامل المختزل ده حصل له أكسدة، فالعامل المختزل اللي حصل له أكسدة، والأكسدة معناها يا إما فقد إلكترونات يا إما اكتساب أو زيادة عدد الأكسجين. طيب يبقى ممكن نعرفه العامل المختزل المادة التي تعطي أو تفقد الإلكترونات. تعطي أو تفقد إيه؟ خليها تفقد الإلكترونات. يبقى العامل المختزل المادة التي تفقد الإلكترونات. يبقى العامل المؤكسد عكسه المادة التي تكتسب الإلكترونات، المادة التي تكتسب الإلكترونات. طيب قارن بين المركبات الأيونية والتساهمية من حيث سرعة تفاعلاتها. الأيونية تفاعلاتها سريعة لأن هي بتتم بين أيونات. التساهمية بطيئة لأنها تتم بين جزيئات. وبكده نكون خلصنا فيديو محافظة الجيزة، وإن شاء الله هننزل فيديوهات المحافظات التانية، وربنا يوفقكم. ولو في أي سؤال نقدر نسأل على الكومنتات بتاعة اليوتيوب.